اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير، ويلا مستمرين رغم انف الحاقدين. يلا بينا، ما تنسوش تتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. ونشوف النهارده الكارثه اللي احنا قابلناها عندنا في السطح، كارثه بكل المقاييس يا ولاد. الكتكوت فرج تعبان، فرج تعبان يا جدعان، فرج تعبان يا جدعان، مش قادر يقوم على رجليه. حط لايك لفرج ويلا بينا نشوف يومنا النهارده وعملنا ايه، واخر الشهر لما الفلوس بتخلص مننا بنعمل ايه، والتدابير اللي احنا بنعملها في يومنا وطول الشهر. التدابير اللي احنا بنعملها هتنفعنا ولا مش هتنفعنا اخر الشهر؟ يلا بينا، اللايك والشير وسبسكرايب. وما تنسينيش النهارده اللايف الساعه 9، لايف قوي جدا وكله حماسي. ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بارك. دي التربيه بتاعه رمضان. طبعا الجو برد جدا، انا حبيت ان انا ادخل انضف تحتهم، وكان الاستقبال بتاعهم رشه جير على الخفيف كده، وانا بربي التربيه بتاعتي ارضي تمام. رشه جير على الخفيف كده، وبعدين حطيت عليها كراتين لحد ما اتصرفت في النشاره. طبعا اللي بيطلب نشاره الايام دي كانه بيطلب مخدرات، والله العظيم. يعني في متناول ايدي التجار المخدرات النشاره. بنكتب اسمنا بقى، نروح الورشه ونكتب اسمنا، واللي يجي عليه الدور ياخد الشكاره بتاعته، وهلموا يا رجاله. يلا بينا، شقلب شقلب شقلب، ورج رج رج، وننضف تحت الكتاكيت علشان الرطوبه كانت تحتهم، على الرغم ان المكان واسع عليهم شويه تمام. بس انا عامله لهم التدفئه بتاعتهم في المظبوط، مقفله عليهم وسايباهم. هم طبعا كاشين ولمين على بعض كده خوفا بس مش اكتر. يعني درجه الحراره عندهم كويسه جدا، ودي اهم حاجه علشان الكتكوت ياكل ويتحرك ويبقى مرتاح. يعني صدره كده يبقى عريض ويملى لحم ويبقى ما شاء الله. يعني ناكله كده واحنا في رمضان كده. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. وانا هنا بقى شلت الحاجات اللي هي كانت تحتهم، وابتديت انزل بالنشاره على الجير. طب ايه لازمه الجير ده؟ الجير بيمتص الرطوبه اللي تحت الكتكوت تمام. انا هنا ابتديت ان انا بالمقشه زي ما انتم شايفين كده انزل الايه النشاره. وخليكي معايا يا قلب اختك لاخر الفيديو معانا. هنفكر مع بعض ونشوف الزنقات اللي احنا بنتزنق فيها، وايه اللي حصل للكتكوت، ونقدر نعالجه ازاي. وهو ده الكتكوت، ولقيت واحد او اتنين بالشكل ده ما هوش قادر يقف على رجليه. رجليه من تحت لونها احمر، كل ما يجي يقف ياكل او يشرب، شايفين بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ياكل او يشرب ما هوش عارف. فاحنا هنعمل ايه وايه الحل معاه؟ يلا تابعيني وخليكي معايا لاخر الفيديو. كمان صلي على النبي. واللي عنده فكرة او عنده اي استفسار او عنده اي حاجة انا ممكن اعملها، يا ريت يكتب لي في الكومنتات. وانا هنا خدت في دروب بتاع الاطفال. قالوا لي بما ان احنا في الشتاء والكتاكيت بتاعتي ما بتتعرضش للشمس، انا بقى طبعا الفراخ البيضة حساسة جدا، فانا ما اقدرش ان انا اخد كتكوت واطلعه للشمس الصبح ياخد مني لسعة هوا ولا كده. فانا ايه، اتسوح واركب الشلاحات. فعملت ايه، جبت فيدروب بتاع الاطفال. احنا بنديه للاطفال اساسا من عمر يوم، فيدروب ده بشري. حطيت 5 قطرات من فيدروب على السقاية بتاعتي اللي انا بنزلها للكتاكيت، 5 سقايات. يقوي عظم الفرخ ويخلي رجلين الفرخ تبقى قوية، وده فيتامين د تمام. وده مهم جدا جدا جدا. ممكن تجيبيه من الصيدلية البشرية او ممكن تجيبيه من الصيدلية البيطرية، ودوت حسب ما انتي ترتاحي. ولكن انا بحب استخدم فيدروب تمام. وزي ما احنا شايفين كده اخدته وراحة احطه عشان الكتاكيت. هوريكم بقى دلوقتي الكتكوت لما يجي يقف بيبقى شكله عامل ازاي، وايه المنظر. ومنظر بجد يحزن. شايفين المنظر؟ انا جايبه الكتكوت يا جماعه ب49 جنيه، يعني 50 جنيه. لما يبقى الكتكوت ب50 جنيه خسارته كارثه. شايفين مش قادر ان هو يقف، كل ما يجي يقف يقوم جاي قاعد زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. لا قادر يقف ولا قادر يمشي ولا قادر يتحرك. اهو انا بحاول ان انا اوقفه لكم، قاعد كده على ركبه. خلصت زي ما احنا شايفين. وطبعا شطبت فلوس. طب شطبت فلوس هتعملي ايه في اخر الشهر؟ الاول قبل اي حاجه، هنا جبت السقايه. طبعا الاكاله بتاعتهم بقت صغيره وهم كبروا عليها، فبالتالي انا محتاجه اكاله اكبر. وان شاء الله بكره او بعده بالكتير هحط سقايه ميه زياده، لان هم ما شاء الله الله اكبر. صلى على النبي كده يا قلب اختك في قلبك. وهم ما شاء الله كبروا شويه،
فاحنا عايزين نزود لهم الاكل والشرب علشان الكتكوت ياكل، ولما يلاقي الاكل قدامه كده ياكل ويبقى براحته كده في الدنيا كده. تمام. انا هنا بقى ابتديت ان انا اعبي الاكل بتاعهم. ولو وصلت معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسيش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، انتوا بتتابعوا امنيه غزال، اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد، وشجعوني كتير دعوه حلوه كده يا قلب اختك في الكومنتات هتشجعيني بيها، والكلمه الطيبه صدقه، وما ننساش الكلمه الطيبه صدقه. يعني لما تقولي لي كلمه طيبه في الكومنتات تحفزيني، ما انتيش قادره تقولي كلمه طيبه يبقى بلاها خالص وتتفرجي. حابه تتفرجي على المحتوى بتاعي انت على عيني وعلى راسي، مش حابه تتفرجي يبقى بلاش تحبطيني باي كلمه وحشه، وبلاش تقولي اي كلمه سلبيه وتعدي الفيديو ولا كانك شفتي اي حاجه. طيب انت بتعملي ايه دلوقتي يا امنيه؟ انا بكسر العيش اللي في الشكاره، وزي ما قلت لكم حيل وتدابير منزليه. الحيل والتدابير المنزليه، انت طبعا يوم ويوم بيجي لي العيش، الست بتاعه العيش بتجيب لي العيش، فاحنا ما بناكلش العيش ككل، فهنعمل ايه؟ العيش اللي بيتبقى مننا بننشفه. طب بتنشفيه؟ انا عندي فراخ اللهم بارك، في جزء هعينه للفراخ وفي جزء تاني ده بقى اللي احنا ممكن نمشي بيه نفسنا وحالنا اخر الشهر. طب الجزء التاني بقى ايا كان بقى عندك كام كيلو، 10 كيلو 20 كيلو، انتي ونصيبك وانتي وحظك، ايه اللي موجود عندك. طيب ما ننساش برضو ان انا قلت قبل كده في فيديوهات اللي متابعيني ان كمان بيبقى عندنا النافق بتاع المطبخ. النافق بتاع المطبخ اللي هو ايه؟ ازازة خل بلاستيك، بتاع ده علبة الحمام كريم مثلا، علبة، كل البلاستيكات، ازازة زيت فاضيه، البلاستيكات اللي بتطلع من المطبخ بتاعك دي كلها. طبعا غيرنا بيحطها في الباسكت وكان الله بالسر عليم وعادي ومفيش اي مشكله. لا، الحاجات دي كلها لما بنجمعها تجيب لك 100 جنيه. طيب 100 جنيه احنا معانا مثلا العيش اهو، عندنا 10 كيلو، عندنا 20 كيلو، ادي 200 جنيه. 20 كيلو الكيلو ب10 جنيه. طيب انت قاعده من غير ولا مليم في بيتك، لما تبيعي حاجات من مفيش، انت مطلعه حاجات من بيتك من مفيش، واصبح في ايدك 300 جنيه. 300 جنيه نزلتي بيهم السوق، دبرتي بيهم الاسبوع، يبقى كده 100 فل و10، وعملنا حيل وتدابير منزليه، وكمان نظفتي حتتك ونظفتي بيتك وخليتيكي ست جدعه كده واقفه في وسط ولادك. وشعرنا تعبانه اشتغلي، موكوسه اشتغلي، بتعيطي اشتغلي، عيطي وانتي بتشتغلي، المهم يبقى معاكي فلوس. لما يبقى معاكي فلوس تعرفي تعملي، وتعرفي تقفي على رجليكي، تعرفي تشتغلي، وتعرفي تبسطي نفسك لما تبقي زعلانه. تمام. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه معايا في الوقت ده من الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا رب الفيديو النهارده يكون سهل كده وخفيف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولو كنت استفدتي قلب اختك حطي لي لايك وحطي لي دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.